ايه اللي بيحصل في أسوان وايه اللي بيحصل في المية اللي هناك؟ بقالنا 4 أيام الناس في أسوان بتشتكي إن في نزلات معوية وفي إسهال وفي تسمم بشكل مستمر، وحوالي 162 واحد دخلوا المستشفى. وعلشان كده محافظ أسوان شكل لجنة عشان تفتش على المياه في البيوت، وبعد كده طلع بيان مشترك بين مدير عام الصحة ورئيس شركة المياه في أسوان، وطلعوا قالوا إن المية مش ملوثة ولا حاجة، وإن كل الناس اللي دخلت المستشفيات خرجوا وسلام وزي الفل. الغريب في الموضوع إن بعض المصادر قالت إن كمان في آلاف من الناس دخلوا المستشفى، بل وفي بعض الناس توفوا بسبب موضوع المياه. الأغرب بقى في الموضوع إن مفيش إعلام اتكلم في الموضوع دوت، هو يا دوبك عمرو أديب امبارح اللي طلع واتكلم في الموضوع، لكن الأغرب إن الموضوع متكتم عليه تماما في الإعلام. محدش بيطلع يتكلم، ومحدش كمان عارف إيه أصل وحقيقة الموضوع. يعني في ناس بتقول إن السودان هم أصل الموضوع، وإن عشان في سودانيين كتير في مصر فهم اللي نقلوا الموضوع ده لمصر. وفي ناس بتقول ان مياه النيل اصلا ملوثة، وهي اللي تسببت في الموضوع ده في اسوان، وبدأ الموضوع ينتشر جدا على مستوى مصر كلها مش في اسوان وبس. اللي انا عايز اقوله في نهاية الفيديو، وده اهم حاجة، ان احنا نخلي بالنا من نفسنا، نحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا ما نشربش من المية بتاعت الحنفية، ونشرب مية معدنية على قد ما نقدر. كمان نغسل الاكل والشرب بتاعنا كويس جدا جدا جدا. عندك خضار اغسله كويس، عندك فاكهة اغسلها كويس، ونخلي بالنا من موضوع المية، وربنا يسترها على اهلنا في اسوان وعلينا جميعا.